فيلم على الزيرو للفنان محمد رمضان. الفيلم من بطولة الفنان محمد رمضان وخالد الصاوي وشريف سلامة والكوميديان شريف الدسوقي والعملاق محمد لطفي، والبطولة النسائية للفنانة نيللي كريم وجمانة مراد. الفيلم هيكون لشخص اسمه حمزة اللي هو محمد رمضان وبيلقبوه بدراجو. حمزة بيكون عنده طفل مريض وبيسعى انه يعالجه، بس بتكون حالته المادية بايظة كعادة افلام محمد رمضان يعني، بس بيتحول لشخص غني جدا. كل ده بفضل انه دخل في تجارة الاعضاء. هقول لكم حاجات كتير محدش اخد باله منها في الاعلان كمان شوية. تعالوا بقى نشوف بوستر الفيلم والاعلان بتاع الفيلم ونحللهم. في بوستر الفيلم بيكون قاعد محمد رمضان هو وابنه وقاعدين في حي شعبي. حمزة بيكون حاضن ابنه ومعاهم كلب صغير، والبوستر بيدل او بيفهمك انهم بيستنوا مصير مجهول، وهنشوف ده في احداث الفيلم. لما تتفرج على اعلان الفيلم هتلاحظ حاجات كتيرة واضحة في الاعلان. لما الاعلان بيبدأ بنكتشف ان محمد رمضان شغال دي جي. لو حبينا نتكلم عن التفاصيل والديكور شوية، محدش خالص ولا من الاعلام ولا من السوشيال ميديا اخد باله من اول لقطة في الاعلان. لما بيتعمل زوم اوت بتظهر كلمة نمبر 1 في المكان اللي بيعمل فيه محمد رمضان الحفلة. بعدها بيجي مشهد هو وابنه والكلب بتاعه في المكان اللي هم عايشين فيه، وده بيوضح علاقتهم ببعض، والمخرج بيبين الترابط ببعض. بعدها بيكون ابن حمزة دراجون في المدرسة، ومرة واحدة بيقع وبيغمى عليه في الفصل. بيوصل أبوه بسرعة وبيشيله ياخده على المستشفى. بيدخل على جهاز الرنين وبيبلغوا حمزة إن ابنه مريض جامد وتعبان، وقالوا له إنه محتاج عملية فورا. بعدها بنلاقي علاقة حمزة بابنه تاني، بيحاول يكون جنبه وكمان بيحاول يدبر فلوس للعملية بتاعت ابنه. بيظهر في الإعلان إن دراجون متورط مع ناس في جريمة، وبيدخل مملكة محمد لطفي اللي هم عصابة تجار الأعضاء البشرية، وبيبدأ يكسب محمد رمضان فلوس. بس برضه ما بتكونش كفاية إنه يعمل العملية لابنه، علشان كده بيكمل مع العصابة في تجارة الأعضاء. بنلاقي نيللي كريم هي كمان مهددة بالقتل. كمان بنتعرف على شخصية خالد الصاوي، وبيبان في الإعلان إنه طالع بدور فيلن شرير في الفيلم. وبنلاقي علاقة دراجون بنيللي كريم وعلاقة نيللي كريم بابنه، وإنها بتخاف عليه زي ابنها بالظبط. بنلاقي في حاجة غريبة في المستشفى اللي شغالة فيها نيللي كريم، وبنلاقيها بتشوف المدير وهو بيشيل الفلوس في الخزنة وبتروح تسرقه. فبيعرف دراجون وبيواجهها على اللي هي عملته، فبتقول له عملت كده من الفقر. وبنلاقي نيللي كريم في السجن علشان سرقت فلوس المستشفى. بنلاقي علاقة محمد رمضان وابنه ونيللي كريم انهم بقوا أسرة واحدة وبيخرجوا مع بعض. بنكتشف ان ابنه مريض كانسر، فبيحلق محمد رمضان شعره كامل زي ابنه. وفي اخر الاعلان ما ينفعش يعني ما نشوفش كام مشهد لمحمد رمضان بيتخانق وبيضرب فيهم، وشوية اكشن بقى وعربيات بتطير من الدور الثالث وكده. في الاخر بنلاقي ان ابنه دخل العمليات فعلا، بس في حد جه من العصابة تقريبا عشان يمنعوا ابنه من العملية. فبيتعصب محمد رمضان وبياخد صوت امير كرارة وبيزعق له عشان يسيبوا ابنه في أوضة العمليات ويكمل العملية. احنا لحد دلوقتي عارفين اسم بطلين بس من ابطال الفيلم. محمد رمضان هيكون اسمه حمزة، ونيللي كريم هتكون اسمها مريم. بس الاسم بتاع ابن محمد رمضان محدش يعرفه لحد دلوقتي. كمان صناع العمل محدش ذكر الاسم خالص، بس ابنه هيكون اسمه يوسف. في لقطة ما اخدتش ثانية في الاعلان، ظهر فيها بيت محمد رمضان ومكتوب اسم على الحيطة. لو بصيت على الاسم ده هتلاقي يوسف، وبس كده عرفنا اسم ابن محمد رمضان بحركة ما كانتش مقصودة خالص من صناع العمل. كمان انا شفت الاعلان حسيته شبه قوي The Pursuit of Happiness بتاع ويل سميث في مشاهد معينة كده في الاعلان، والبوستر كمان بتاع الفيلم شبه بعض. كمان في ناس كتير نشرت ان اللوكيشن اللي فيه محمد رمضان نفس اللوكيشن اللي كان عامله احمد مكي في كليب وقفة ناصية زمان، نفس الحارة ونفس الديكور ولون السلالم. ناس كتير قوي بتتمنى ان الفيلم ده ما يكونش زي فيلم هارلي، واللي بالمناسبة عملنا عليه تلخيص للفيلم ده في القناة، هسيب لك اللينك تحت بقى شوفه. كله بيتمنى ان الفيلم ما يمشيش في نفس السكة دي بتاعت فيلم هارلي، وانه يكون احسن من كده بكتير. في ناس قارنت اعلان فيلم محمد رمضان باعلان فيلم مطروح بطولة محمود حميدة
اللي جاب 2 مليون مشاهدة في يوم واحد. وإعلان محمد رمضان اللي وصل 100,000 بس في أول يوم نزول الإعلان. الفيلم ده هيكون من إنتاج العدل جروب اللي كانوا مشهورين جدا زمان بإنتاج الأفلام، بس بيعودوا للسينما المصرية تاني بفيلم جديد بطولة محمد رمضان، وهو فيلم على الزيرو. العدل جروب عملت أفلام كتير، ومن أهمهم فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وفيلم همام في أمستردام، وفيلم ثقافي، ومافيا، وفيلم صاحب صاحبه، وكمان ليهم أكتر من 35 مسلسل، من أهمهم مسلسل رايا وسكينة، ومسلسل فيفا قطاطا، ومسلسل نسر الصعيد، ومسلسل بميت وش. بيرجعوا تاني للسينما، ولما تسمع اسم العدل جروب يعني الفيلم ده هيكون متكلف وتقيل عشان الشركة الكبيرة دي ترجع لإنتاج الأفلام تاني، لأن آخر فيلم عملوه كان من 6 سنين، وده من أكبر الأسباب اللي خلت الناس تثق في العمل وتقول إنها هتدخل وتحضر الفيلم في السينما، بس علشان شركة العدل جروب هي اللي أنتجت الفيلم. بعد الإعلان بكام ساعة نزل محمد رمضان أغنيته الجديدة طبطب على يوتيوب، واللي حققت 250,000 مشاهدة في يوم واحد بس. محمد رمضان نزل الإعلان وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الإعلان الرسمي لفيلم صيف 2023 على الزيرو، السينما تجمعنا. واتفاعلت الفنانة علا غانم مع البوست وردت وقالت له بالتوفيق، الإعلان حلو جدا وحبيته، أنا هشوف الفيلم لأجل حتة المنصورة بس، نمبر 1 العالمي بجد، ثقة في الله زلزال مصر وبمليون رخطة، بالتوفيق يا نجم السينما العربية. موعد عرض الفيلم هيتعرض رسميا في السينما يوم 10/8 الجاي. رأي الناس في الفيلم ده مختلف، في اللي هيدخل الفيلم عشان هو بيحب اي حاجة بيعملها محمد رمضان، وفي اللي هيدخل عشان خالد الصاوي اللي انا حرفيا من الناس دي عاوز اشوف الشخصيتين دول مع بعض، محمد رمضان والعملاق خالد الصاوي. وفي اللي هيدخل الفيلم علشان شركة العدل جروب اللي افلامها كلها بتكون معلمة معانا وفاكرينها. في الاخر يا ريت ونتمنى كلنا ان الفيلم ده يكون من افضل افلام محمد رمضان، مش اكشن بس، محمد رمضان ممثل كبير وكويس جدا، يا ريت نشوف كل ده في فيلم على الزيرو. وبس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشير الفيديو في كل مكان. هو الفيديو خلص وانتوا لسه ما عملتوش لايك وسبسكرايب؟ أسوأ حاجة لما خنجر الإحباط يجي من أقرب الناس ليك. انتوا تعملوا معايا كده ليه؟ وبس انا كده خلصت. الحقيقة أنا ما عنديش معلومات ممكن أقولها لك أكتر من كده، شكرا.